السكر موجود تقريبا في 80% من المنتجات في المطاعم والأسواق، فهو موجود في أغلب الحاجات اللي بناكلها ونشربها خلال اليوم، زي العيش والبيبسي والأكل المعلب والبسكوت والحلويات عموما. وتناول السكر بكميات كبيرة بيعمل مشاكل خطيرة للصحة، فممكن يسبب لك سمنة مفرطة ومشاكل في القلب والكبد وارتفاع ضغط الدم وأمراض تانية كتير. وهل ممكن تتعود على السكر وما تقدرش تبعد عنه ويبقى إدمان زي المواد المخدرة؟ وإيه الطرق اللي تخليك تبعد عن السكريات وتسهل لك مشوارك في إنقاص الوزن؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في الحلقة بشكل مفصل إن شاء الله، خليكم معانا. معظم الدراسات والأبحاث العلمية اللي اتعملت على السكر أثبتوا فيها إنك كل ما بتاكل سكر كل ما بيزيد إفراز الدوبامين في جسمك، وده ناقل عصبي بيفرز برضه بس بكميات أكبر لو خدت نسبة من الكوكايين. والدوبامين هيديك إحساس وقتي بالسعادة وبعد كده تأثيره بيروح، وعلشان كده أكل السكر بيعتبر إدمان فعلا، علشان جسمك كل ما هيتعود على نسبة دوبامين معينة هتبقى حاسس إنك عايز تاكل سكر بنسبة أكبر علشان ترجع تحس بالسعادة. ولما تبطل أكل سكر هيجيلك حاجة اسمها withdrawal symptoms أو أعراض الانسحاب، بس دي طبعا بتكون أقل بكتير وأسهل من التوقف عن تناول أي مادة تانية بتسبب الإدمان. والأعراض دي بتبقى عبارة عن صداع وتغيير في المزاج وأحيانا رعشة بسيطة. والمشكلة التانية في أكل السكر إنه بيخليك حاسس بالجوع معظم الوقت، علشان هو بيزود إفراز الأنسولين بشكل كبير في الجسم، ولما نسبة الأنسولين بتزيد بيوقف الإشارات اللي رايحة للمخ اللي بتدي الإحساس بالشبع، فبالتالي جسمك لما يحس بالجوع هيقلل الطاقة بتاعتك علشان يخزنها في جسمك، وهتحس بالإرهاق أغلب الوقت. ودلوقتي أنا هعرفك على طرق بسيطة تعملها في يومك علشان تقلل من أكلك للسكر. أول طريقة هي إنك تحط معلقة قرفة على المية وتشربها قبل وجبة الفطار والعشاء. في دراسة عملتها الأمريكان دايبيتك أسوسيشن على مجموعة من مرضى السكر، كانوا بياخدوا من 1 جرام ل 6 جرام قرفة في اليوم، وبعد حوالي 6 أسابيع اكتشفوا إن معدل السكر في الدم انخفض بنسبة من 18 ل 29%، وبالتالي لما معدل السكر بيقل مستوى الانسولين بيقل برضه في الجسم، وبالتالي الإشارات العصبية اللي بتدي إحساس بالشبع هتوصل للمخ بشكل أسرع وإحساسك بالجوع هيقل. والفايدة التانية للقرفة إن فيها مادة مضادة للفطريات، وفي نسبة كبيرة من الناس عندهم إصابة في الجهاز الهضمي بفطر اسمه الكانديدا، والفطر ده بيتغذى على السكر، فكل مرة بتاكل فيها سكر بتغذي الفطر الموجود في جسمك، وبالتالي جسمك بيحتاج كميات أكتر وأكتر من السكر. وهنا تيجي أهمية المادة المضادة للفطريات الموجودة في القرفة، فتقدر تتخلص من الفطريات الموجودة في الجهاز الهضمي بتاعك وتقلل من احتياج جسمك للسكر. تاني طريقة عايزك تعملها إنك تزود من نسبة البروتين في وجبة الفطار بتاعتك. فجامعة ميريلاند عملت دراسة أثبتوا فيها إن الأشخاص اللي بيزودوا من نسبة البروتين في وجبة الفطار بيقل عندهم الإحساس بالجوع خلال اليوم، علشان البروتين بيقلل هرمون الجريلين، وده هرمون مسؤول عن الإحساس بالجوع، فلما نسبته بتقل إحساسك بالشبع بيزيد. وبرضه البروتين بيزود هرمون البيبتايد واي واي اللي بيروح للمستقبلات العصبية في المخ وبيديك إحساس بالشبع. فحاول تخلي تلت وجبة الفطار بتاعك فيها بروتين وهتحس بتغيير إن شاء الله. تالت طريقة إنك تزود من أكل الخضروات والفاكهة، لأن فيها نسبة سكر بس بكمية أقل من الحلويات عموما، وكمان فيها ألياف بتساعد على الهضم وفيتامينات وعناصر غذائية كتيرة جسمك محتاجها. وكمان حجم الفاكهة والخضروات بيكون كبير فهتديك إحساس بالشبع، على عكس الحلويات اللي بيكون حجمها قليل وبتديك سعرات حرارية بكمية كبيرة جدا والعناصر الغذائية اللي فيها قليلة. رابع طريقة هي إنك تزود من الأكل اللي بيحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والجوافة والفلفل والبقدونس والكيوي والبروكلي والفراولة والليمون، لأن بجانب إن فيتامين سي مضاد للأكسدة فهو بيزود هرمون السيروتونين اللي بيدي نفس التأثير لو كلت حاجة بتحتوي على سكر. يبقى ملخص الحلقة إنك تحط معلقة قرفة على المية وتشربها مع وجبة الفطار والعشاء. تاني حاجة إنك تخلي تلت وجبة الفطار بتاعك بروتين علشان تحس بالشبع باقي اليوم. وتالت نقطة إنك تزود من أكل الخضروات والفاكهة لاحتوائهم على الألياف وعناصر غذائية كتير مفيدة للجسم. وآخر حاجة إنك تزود من الأكل اللي بيحتوي على فيتامين سي زي البرتقال والجوافة والفلفل
والبقدونس والكيوي. وفي اخر الحلقة احب اشكر الناس اللي بتشجعني في الكومنتات وبتقول رأيها، سواء كان بالسلب او بالايجاب. ولو لسه في اي حد عنده اي استفسار او عايزني اتكلم الحلقة الجاية عن موضوع معين، يكتب في الكومنتات وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لكل الناس. ولو كنت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.